رجل ضرب زوجته فبكت بحرقة وقالت له: سأذهب لأشتكي لك. رد عليها بغضب: ومن قال إنني سأسمح لك بالخروج؟ فأجابته بثبات: أتظن أنك تستطيع منعي؟ قال بسخرية: افعلي ما شئت. دخلت الزوجة الحمام مما أثار شكوكه بأنها تحاول الهرب عبر النافذة. ركض مسرعا إلى الخارج وظل يراقب النافذة لكنه لم يجدها. عاد إلى الداخل ووقف عند باب الحمام ينتظر. خرجت الزوجة مبتلة من أثر الوضوء وقالت بثقة وإيمان: سوف أشتكيك عند من جعلني ملكا لك، لا نوافذك ولا أبوابك ولا هواتفك التي حجبتها عني ستمنعني من الوصول إليه، فأبوابه لا تغلق. تجمد الرجل في مكانه ثم جلس يفكر بعمق. أما هي فذهبت لتصلي تناجي ربها وتطيل السجود. بعد الصلاة اقترب منها زوجها بخطوات مترددة وقال: أما كفاك دعاؤك علي في سجودك، أقسم أنها كانت لحظة غضب ولم أقصد إيذائك. نظرت إليه بحنان وردت: لم أدع عليك، بل دعوت لك ودعوت على الشيطان. لست غبية لأدعو على زوجي وقرة عيني. دمعت عيناه من كلماتها وقبل يديها قائلا: أعاهدك ألا أكرر هذا التصرف مرة أخرى، ولن أمسك بسوء بعد اليوم. الرجل تاج على رأس المرأة، والتاج لا تحمله إلا ملكة، فاجعلها ملكة على قلبك تضع تاجا على رأسها. علق بالصلاة على النبي أو استغفر، واجعل يدك تشهد عليك بالخير. هذا الشيء لازم نوصيكم، ما تكتروش العيالات إذا كنتوا ما قادينش على صدهم. راه الناس العقال قالوا زمان كترت المراود كتعمي. ما سمعتكمش. أسأل الله أن يحققنا بيقين المناجاة، وأن يجعلنا من المؤدين للصلاة، وأن يفهمنا من المعاني ما نجد به لذة العبادة. وسلام على المرسلين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تحياتي للجميع. لحظة تبارك الله وباللقاح متنوع. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. خيرات تبارك الله. شهر 3 في 5 اليوم وقيل يوم الأربعاء
تبارك الله، اللهم بارك. ما شاء الله. كان علينا نحيدو هذيك القزيرة اللي قدام الباب، ولكن باقي شوية البرد. الشتا عندنا هنايا ما شاء الله، الله يرحم على قد نفع. سيمانة ان شاء الله ونحيدو هادو كاملة، بحال كيتعدو شوية في الدخول، ولكن اللهم يسخن ولا يبرد. تبارك الرحمن. اللي عنده شي معلومة تعطينا هاد البولين اللي في الرجل ديالو ديالاش. الابيض انا نقول لكم ديال لافوكا، والاخر ما شاء الله. تبارك الرحمن. الصباح كانت عندنا امطار، يسحت الشيوة تبارك الله، خرج بحال يسرح. اللهم بارك. تحية لجميع الأخوان، السلام عليكم ورحمة الله.